السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة شيوات سناء أم ريان. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم طريقة تحضير الريزوتو بالشامبينيون على الطريقة الإيطالية أو الرز بالشامبينيون. كناخدو واحد البصلة كبيرة مشلضة، كنشحروها بشوية ديال الزيت في واحد المقلة. في المقابل كناخدو مقلة أخرى كنديرو فيها واحد شوية زيت البلدية، وكنغسلو القياس ديالنا ديال الروز، كنشحروه في داك الزيت وكنبقاو نديوه نجيبوه حتى كتلبس الحبات ديالو كامله بالزيت باش ما كيلصقش. من بعد كنمشيو للمقله اللي فيها البصله، كنزيدوها علبه ديال الشامبينيون ونزيدوها العطريه ديالنا، الملحه، الابزار، شويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكينجبير. كنخلطو الكل مزيان ونخليوه كيتشحر حتى كتدبل لينا داك البصله وداك الشامبينيون وكيتجانسوا مع بعضياتهم. كنضيف ليهم الروز اللي شحرنا في الزيت، وكنمرقوا بطبيعه الحال بالماء طايب. من الاحسن يكون الماء طايب لانه كيمنع التصاق حبات الروز مع بعضياتهم، وفي نفس الوقت كيطيب في مده وجيزه. كنخلط الكل وكنزيد واحد شويه ديال الزعفران الحر. انا هنا استعملت زيت الزعفران الحر، وكنخلط الكل ونخليه كيطيب على نار مهيله. كنأكد ان البوطه خصها تكون منقوصه حتى الاخر باش ما كيلصقش لينا الروز. ملي كيطيب مره كنطلعوا عليه بطبيعه الحال، الا خصو الماء كنزيدوه. ملي كيطيب كنزيدو عليه كاس او زلافه صغيره ديال القشده الطريه الخاصه بالطبخ، وكنخلطو ونخلي الكل كيتشحر لمده 2 حتى 3 ديال الدقائق، الجهد اللي طيب لينا داك الكريمه يتشربها الروز بصفه نهائيه. نقادو الذوق ونقدموا الروز ديالنا بالصحه والراحه. كنزينوه على حسب الرغبه، اما بشويه ديال المعدنوس او لا بقطع ديال الخضره كما اي وحده كتبغي، وبالصحه والراحه.